انا خايف اللي بنيته ممكن يدمر البشرية. دي مش جملة من فيلم ساينس فيكشن ولا خيال علمي، دي جملة قالها جيفري هينتون. جيفري هينتون اللي بيتقال عليه ان هو ابو الذكاء الاصطناعي او the godfather of artificial intelligence. جيفري هينتون البريطاني اللي مولود سنة 47، اللي اشتغل سنين كتير في جامعة تورونتو في كندا، اللي هو والطلاب بتوعه سنة 2012 قدروا يوصلوا لألجوريثم ان هم يطوروا حاجة اسمها ديب ليرنينج. الديب ليرنينج ده اللي هو بيستخدم خلية عصبية او نيورال نتورك، دي اللي خلت الكمبيوتر يقدر يفهم الصور والتكستس بطريقة أقرب للمخ البشري، واللي على أساسها اتبنت كل أنظمة الذكاء الاصطناعي في العالم زي تشات جي بي تي وغيرها. الراجل ده بعد ما جوجل اشترت شركته استقال فجأة سنة 2023، وأعلن إن هو خايف من السرعة الكبيرة اللي بيتم بيها تطوير الذكاء الاصطناعي في الشركات الكبيرة زي ميتا وأوبن اي اي وجوجل وغيرهم. أسباب خوفه هو لخصها قبل كده إن هو خايف إن السرعة الكبيرة دي معناها فقدان السيطرة على الأنظمة بتاعت الذكاء الاصطناعي دي. ممكن الذكاء الاصطناعي ده او بشكل مؤكد هيأثر على سوق العمل، وبالتالي هيأثر على سعادة البشرية ورفاهيتها. ونمرة 3 التضليل اللي ممكن تستخدمه الناس يستخدموا بيه الذكاء الاصطناعي لأغراض تضليل وإخفاء معلومات وتغييرها، وده بالنسبة له شيء مخيف جدا. ورأيه دايما ان التك فيوداليزم الجديد ده، او زي ما بيسموهم أباطرة التكنولوجيا الجداد زي إيلون ماسك وسام ألتمان وغيرهم، دول ما بيعملوش تطوير الذكاء الاصطناعي بالشكل الكبير ده عشان مصلحتهم، بل ما بيعملوش عشان البشرية، بل بيعملوه عشان مصلحتهم هم وتكوين ثروات وتكوين نفوذ. وإن في رأيه إن السرعة اللي بيتم بيها وضع أجهزة الذكاء الاصطناعي وأنظمة الذكاء الاصطناعي في الماركت بتعمل مشكلة. يعني العالم كله أوير بفكرة الهالوسينيشن، إن الذكاء الاصطناعي بيطلع يقدر يفكر ذاتيا ويطلع بمعلومات حتى لو غلط أو مضللة ويحطها قدام منك أكنها معلومات مقنعة. وده حد لغاية النهاردة ما حدش لاقي له تفسير أو لاقي له سبب أو لاقي له طريقة للسيطرة عليه. الراجل ده ممكن تعتبره the good the bad the ugly. انتوا فاكرين الفيلم ده؟ ممكن تعتبره the good، بس it depends على the way you look at it. لان الناس اللي بتعتبر جيفري هينتون هو الشخص الطيب بتعتبر إريك شميدت هو الشخص الشرير، وده هنتكلم عليه مرة تانية.